تكريم جديد من الزمن الجميل لنجمة سحرت المسرح والشاشة ورسمت قصة نجاح طويلة. المكرمة اللي منحبها اجت خصيصاً من مصر وحاملة معها كل الجمال والإبداع. بطلب من مصممة المجوهرات صاحبة أورو هيام جريج اللي اهتمت بحفر أسماء المكرمين على تروفي بالذهب، والنقيب جور شلهوب يخبرونا التفاصيل. يسعد مساكم. يسعد مساكم جميعا. من لبنان بلد الحياة وبيروت مدينة الفرح، وجمهور لبنان وأنا منحبك. انطلقت من الرقص بالفرقة القومية للفنون الشعبية، ومن بعدها انفتحت لها أبواب الفن بكل الألوان. المخرج أحمد ياسين كان أول من اكتشف موهبتها وقدمها بأول أدوارها السينمائية، لتتألق بعدها وردة النيل السمراء على خشبة المسرح بأعمال خالدة. على الشاشة تخطت حكاياتها حدود الوطن العربي، من حارة المحروسة إلى المال والبنون وليالي الحلمية، ومع أكثر من 270 عملاً حافظت على نجوميتها برقي وجاذبية وباختيارها الدقيق للأدوار. النجمة الرائعة عايدة رياض. الوقفة صعبة جداً. مساء الخير عليكم جميعاً. طبعاً أنا فرحانة جداً وسعيدة جداً إن أنا النهاردة في لبنان، أجمل حاجة في الدنيا، وكمان هتكرم في مهرجان الزمن الجميل. طبعاً بشكر الدكتور هراتش وبشكر الشعب اللبناني. الشعب اللبناني ده مش أي حاجة، ده شعب الحب والمحبة والثقافة والفن والشياكة كمان. أنا سعيدة بجد وفرحانة إن أنا موجودة النهاردة، ومش عايزة أقول أكتر من كده. كلنا لازم نفرح، لازم نبص لقدام، الأمل دايما في كل حاجة. شكرا، مش قادرة أكمل أكتر من كده. شكرا 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 للبنان. تقبرني. مبروك، واللبنانية كتير بحبوكي.